إذا شفت نتائج الجولة الثانية بالدوري العراقي وقلت بعدنا بداية الدوري، فهنا أقول لك انتظر، أكو شغلات لازم نحكي بيها. نقدر نقول إن الجولة الثانية بالدوري العراقي هي جولة التعادلات، شهدت 6 مباريات تعادلات و4 فرق فقط حققت الانتصار، بينما ولا فريق قدر يفوز خارج أرضه. مباريات القمة بهذه الجولة انتهت بفوز نادي القرمة على نادي الشرطة 2-1، رغم تقدم نادي الشرطة 1-0، لكن قدر نادي القرمة يعود ويسوي ريمونتادا ويفوز 2-1. بينما مباراة القمة الثانية بين أربيل والجوية انتهت بالتعادل 1-1، ومباراة القمة ونهاية الجولة بين الطلبة ودهوك انتهت بالتعادل 3-3. مفاجأة البطولة لحد الآن هو نادي الجولان. نادي الجولان قدر يحقق التعادل بأول جولة خارج أرضه مع نادي نفط ميسان بنتيجة 0-0، وفاز بالجولة الثانية على نادي الكرخ 1-0. بذلك هو نادي الجولان هو أقوى دفاع بالبطولة إلى جانب نادي النفط ونادي نفط ميسان. لحد الآن الفرق الثلاثة ما استقبلت أي هدف. بينما أقوى هجوم بالبطولة لحد الآن بعد جولتين هو نادي الطلبة ونادي الجوية ونادي دهوك، رغم النتائج السيئة للفرق الثلاثة، لكن الأندية الثلاثة هن أكثر فرق سجلت أهداف وسجلوا 4 أهداف بالبطولة. فرق خيبت الآمال ببداية الدوري لحد الآن هي 4 فرق، 4 فرق من بغداد، هي ال4 فرق الكبرى ببغداد: نادي الطلبة ونادي الجوية ونادي الزوراء ونادي الشرطة. ال4 فرق ما قدرت تحقق أي فوز ببداية الدوري، بل أن نادي الشرطة موجود بالمركز ال17 بالدوري العراقي برصيد خسارة وتعادل. نجم هذه الجولة بدون منازع هو اللاعب سيف رشيد، مهاجم نادي الطلبة، سجل 3 أهداف وهو أول لاعب يسجل هاتريك بالدوري العراقي هذا الموسم بمرمى نادي دهوك. برأيي بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري العراقي، أكثر فريق مقنع بالدوري، واللي أنا أشوف أن الدوري تقريبا مستويات الفرق جميعها متساوية، لكن أكثر فريق قنعني هو نادي النفط. يعتبر من المفاجآت الدوري، والفريق ما عنده لاعبين معروفين لكن قدم مباريات قوية. فاز بالجولة الأولى على نادي الكرخ 2-0، رغم كان عنده طارد بالمباراة، وتعادل بالجولة الثانية مع نادي نفط ميسان بنتيجة سلبية 0-0. أكثر فرق خيبت للآمال بداية الدوري مثل ما قلنا هن 4 فرق بغداد الكبرى، لكن بالأخص نادي الشرطة. نادي الشرطة بادي بداية كارثية بالدوري، خسارة وتعادل بداية الدوري، موجود بالمركز ال17 بأحد المراكز المؤدية إلى الهبوط. بالإضافة إلى نادي الجوية اللي بادي بداية كارثية بتعادلين، رغم أن النادي عنده مشاركة ببطولة النخبة وراح يكون الضغط عليه كبير بقادم الجولات. بالنهاية صحيح الدوري صار له جولتين فقط، لكن بداية الدوري مثيرة وأندية بغداد تقدم نتائج سيئة، بالإضافة إلى تواجد 7 أندية متصدرة للدوري ب4 نقاط مع فارق الأهداف بين الأول والسابع. بداية الدوري قوية، ونتمنى أن الدوري يستمر بهذا التنافس وتستمر الأندية بالتطور، وعلى نادي الجوية ونادي الشرطة يراجعون نفسهم، عندهم مشاركات آسيوية والمفروض يقدمون أداء أفضل من اللي تقدم بأول جولتين.